كابتن عادل القيعي او الباشمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي عندهم قضيه مع مين يا جدعان؟ في ايه؟ احنا مش هنخلص بقى من الخناقات، كل شويه خناقات كده. اتقل بس واسمع. بيراميدز، يا دي بيراميدز وراناش غيرها ولا ايه دي؟ عملت ايه تاني؟ ولا عملنا ايه معاهم؟ ولا ايه اللي حصل؟ قال لك يا سيدي ان بيراميدز عملت بيان طويل عريض وشكوى ضد النادي الاهلي او ضد اللي اللي اتذكر اسمهم من شويه، الاستاذ ابراهيم منيسي والباشمهندس عادل القيعي، عشان خاطر في قناه الاهلي اتكلموا على ممدوح عيد. وكابتن عادل القيعي كشف الحقيقه، كشف حقيقه الراجل، بس ما فيش حاجه غلط يعني، ما غلطش في الراجل، ما شتمش الراجل، ما سبش الراجل. خد بالك بس، ما سبش الراجل طبعا زي الشتيمه اللي كنا بنسمعها. لا، قال حقيقته، وقال ان هو جه النادي الاهلي وكان عامل فيها محب وخبير وكان وماني، وهرب مش عارف مين من الناشئين. بس ما عادي يعني، حقيقة. الراجل ما قالش حاجة كدب يعني، حقيقة. فاهمني؟ بس الدنيا قامت ما عادتش، وبيراميدز قدمت شكوى ضدهم وبتاع. المهم في تحقيق معاهم ووزارة الرياضة الشباب والرياضة بقى مدخلة نفسها في الموضوع، مش عارف ليه. مم. مدخلة نفسها في الموضوع مش عارف ليه. مش فاهم ليه السبب، ايه السبب يعني؟ مع ان سبحان الله ولا اله الا الله واستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، دي شكوى اعلامية او في مجال الاعلام. انت فاهم؟ وانت وزير الشباب والرياضة، يعني شباب ورياضة واعلام يعني، دي ما تخصش دي مش تبع دي. ولكن اي هصة والسلام، اي زيطة والسلام، طالما يا باشا فيها اهلي يبقى ندوس. فيها اهلي خلاص دوس. طب ادوس ايه؟ ادوس مع الاهلي ولا ادوس على الاهلي؟ لا، ادوس على الاهلي. خليك ضد، خليك دايما ضد الاهلي، هتنور. اه، هتنور وتبقى حلو ولذيذ ولطيف. وبيقول لك بقى ايه في الاخر يعني؟ الاهلي نادي الدولة يا جدع. الاهلي نادي الدولة. اه انا اعتمدت الكلام ده، انا صدقتك. هو فعلا الاهلي نادي الدولة.